وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم. عطرا في الأرواح تنسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم حباباتي؟ ان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. وعبر فيديو تاعنا اليوم نلقاكم دائما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله وبحول الله راح نقدم لكم وصفة جديدة حصرية على قناتي، ما تلقوها في حتى قناة من غير قناتي، من ابتكاراتي يعني من مجهوداتي، وهي الغريبية الكحلوشة او الغريبية الكاكا اللي تجي بنينة وبريستيج، حاجة جديدة وفي نفس الوقت نغيروا لها الطعم نتاعها تجي هايلة بالبزاف. نقول لكم اذا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش اشتراك جيم سبسكرايب، راكم عارفين كالعاده. ومرحبا بكم كامل اللي راهم جدد معايا. بسم الله على بركه الله، راح نبداو في الوصفه. هنا واش نحتاج؟ تبعوا معايا المقادير. عندي 2 كيلات ونص نتاع الفارينه، 2 كيلات ونص نتاع الفارينه. عندي كيله غير ربع نتاع سمن دايب، كيله غير ربع نتاع السمن دايب. هذاك الربع نتاع الكاس راح نكملوه بالزيت، يولي عندنا مخلط كيله غير ربع سمن دايب وربع زيت كيما راكم تشوفوا معايا. هنا راني خلطتها قدامكم. عندي 3 مغارف كبار نتاع لا سكر غلاس، 3 مغارف كبار سكر رطب. عندي 2 مغارف كبار كاكاو يكون بني نوعية جيدة ماشي هذاك المر. عندي باكي خميرة نحتاج منها ربع برك، وعندي وحدة فانيلا و3 معالق كبار نتاع المايزينا. هنا راح نبداو في الوصفة ان شاء الله. هنا راح نخل كامل هادوك المواد الجافة. درت 3 مغارف نتاع المايزينا، درت هذاك 2 كيلات ونص نتاع الفارينة، نصيرهم مليح، ندير قرصة نتاع الملح، ندير 3 مغارف نتاع السكر كما راكم تشوفوا 3 مغارف، ونديروا الكاكاو. هنا ندير قرصه نتاع الخميره يعني ربع الملعقه، ما نديروش كامل الكيس، نديروا واحد فانيليا كما راكم تشوفوا. نخلوهم كامل مليح، ونزيدوا هادوك 2 مغارف كبار نتاع كاكاو بني، هذاك الكاكاو المليح. هنا نخلطوا كامل هاد المكونات الجافه مع بعض كما راكم تشوفوا، يعني مقاديرها سهله وسريعه وفي نفس الوقت مضبوطه، يجوك سوا سوا. تابعوا معايا. هنا نجيب السمن نتاعي ونبدا نخلط بشويه. نجيب السمن نتاعنا اللي راهو كاس غير ربع نتاع سمن دايب وربع كملناه بالزيت. واش ندير؟ نبدا ندخل هذيك الفارينه مع هذاك، عفوا نبدا ندخل هذيك السمن والزيت مع هذاك الخليط اللي درناه، راه مخلط فيه كل النواشف. هنا نبداو نخلطوا بهذه الطريقه مليح، ندخلوا كامل هذاك. راح نزيد نكمل كامل الكأس. هنا خلاص يجينا العبار سوا سوا. هنا واش راح ندير؟ نبداو نحكو في هذاك الخليط نتاعنا. كما تعرفوا الغروبيه لازم تحكوها بطراف ايديكم كما راح تشوفوا معايا. هنا نلمها ونبداو نحكو في الغريبيه نتاعنا. هنا نقول لكم كل اللي راها جديده معنا، دعمونا حباباتي باللايك، يعني ديروا لنا جيم واشتركوا في القناه، فعلوا زر الاشتراك اللي هو سبسكرايب هذاك الاحمر، فعلوه وديروا الجرس باش يوصلكم كاع جديد، يعني فعلوه وديروا الجرس. وخلونا في التعليقات، يعني تعليقاتكم تهمنا. وما تنساوش تشاركوا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. هنا نقول لكم نبداو نعكروا فيها، يعني ندخلوا الفارينه في هذاك الزبده والزيت بهذا الشكل. هنا انطمت لنا، شوفوا ما تخافوش منها، هذيك هو القوام نتاعها. هنا نجيبوا السنيوه نتاعنا حباباتي، نرشوها بالفارينه برك شويه فارينه. الى عندكم السنيوات تلصق تقدروا ديروا ورق الطهي كما راكم تشوفوا حباباتي. يعني هنا اللي عندها تلصق ودكم ديروا لا بابي كويسو او لا ورق الطهي. هنايا نبدا نكور فيها بهذه الطريقه. شوفوا نجيبها هنا ونبدا نشكل فيها غريبيات بهذا الشكل، يعني طريقه سهله جدا. نشكل كامل هاد الحبيبات ونستفهم، وراح نتلاقاو بعد ما نكملوا ان شاء الله.
هنا حباباتي بعد ما كملت كامل الكمية راح ندخلها في فرن مسخن مسبقا، ما نقوش عليها النار وما لازمش نتخدعوا بالكاكاو، ونخلوها طيب من تحت، وكي نشوفوها نشمت من الفوق نطفوا لها من تحت ونشعلوا لها من الفوق حتى تبدا تتشقق شويه. هذه هي. هنا احباباتي بعد ما هنا الغريبيه نتاعنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا، طبيعه الحال الغريبيه البيضاء نزينوها بالقرفه، والغريبيه البنيه اللي سميتها انا الغريبيه الكحلوشه نزينوها بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا باش تعكس لنا الالوان بهذه الطريقه، ونزينوها مادامها سخونه باش يثبت لنا السكر غلاس على الغريبيه نتاعنا. الى هنا نكونوا وصلنا تقريبا لنهايه الفيديو نتاع نهار اليوم. نقول لكم حباباتي اي فيديو او لا اي وصفه تحبوها خلوا لي في التعاليق، ان شاء الله راح ندير لكم وراح نلبي لكم كامل الرغبات نتاعكم. هنا راح نمشوا نشوفوا الغريبيه نتاعنا جاهزه وحاضره في طبق التقديم، وراح نفتحوها باش تشوفوا كيفاه تجي طايبه من برا ومن الداخل. هنا حباباتي هذه هي الغريبيه نتاعنا، شوفوا كيفاه تجي هايله بالبزاف، يعني القول اللي فيها يختلف تماما عن الغريبيه اللي موالفين نديروها. هكذا نكونوا نوعنا ونكونوا يعني درنا حاجه جديده، وكما راكم تشوفوا فيها يعني تجي هايله بزاف، وتشوفوا من الداخل تجي ما شاء الله. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام ختام في امان الله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا